10 أخطاء كارثية بتضعف شخصيتك. رقم 8 و10 أخطرهم على الإطلاق. الغريب إنك ممكن تكون قوي الشخصية بس بتعمل ال10 أخطاء دول من غير ما تحس. الخطأ الأول إنك تبرر تصرفاتك كتير. الشخص القوي ما بيشرحش نفسه، بيسيب الناس تبذل مجهود علشان خاطر تفهمه. الخطأ التاني إنك توافق على طلب أحدهم علشان ما تبانش وحش في نظره، وده بيعلم اللي قدامك إن رأيك مالوش أي وزن ولا لازمة. المخ البشري بيقيس قوتك من خلال قدرتك على الرفض مش القبول. تالت خطأ إنك تستنى التقدير. ما ينفعش تبذل مجهود جسدي علشان تنال الاحترام، يعني ما تعملش لحد حاجة لمجرد إنك بتحب تسمع كلمة شكر حتى لو ده هينهي علاقتكم، لأن في الأساس دي علاقة استنزاف. رابع خطأ وده كارثي حرفيا، إنك تبرر قلة احترام غيرك ليك بحجج زي أصله ما يقصدش أو مضغوط أو متعشم، لأن مخك لما يلاقيك بتبرر لأي حد قلة احترامه ليك بيفهم إن ده أصلا المسموح وده الطبيعي. أنت حر، هيقوم جاي قلب على فيسبوك على طول، هيخليها للعامة مش للأصدقاء بس. خامس خطأ إنك ما تميزش بين الصمت القوي والصمت الضعيف. الصمت القوي له وقته ونظراته وتعبيراته، ممكن نبقى نعمل عنه حلقة جديدة. غير الصمت الخجولي إن أنت تبقى صامت في وقت لازم تتكلم فيه، قاعد خجلان كده وساكت. سادس خطأ إنك تدي فرصة زيادة لأحدهم أيا كان، لأن الفرصة الزيادة بتسحب من قيمتك تدريجيا لحد ما هتلاقي الشخص اللي أنت عمال تديله الفرص ده زهق من كتر الفرص ويعتبر إن أنت شخص موجود ملكش لازمة. سابع خطأ إنك تخاف تخسر شخص حتى لو كنت بتحب الشخص ده. أصل مخنا بيكره الفقد وبيختار الألم اللي هو متعود عليه، يعني ما تفضلش الوجع اللي انت عارفه على الهدوء اللي انت لسه أصلا ما جربتوش. تامن خطأ إنك تحاول ترضي جميع الأطراف، لأن النتيجة هتكون ولا طرف مرضي، انت نفسك مش هتكون مرضي. لانك يا صديقي ببساطة شديدة لو عودت حد ان انت دايما بترضيه، فيوم ما تيجي تأثر معاه لظروف ما انت عمال تراضي في الكل، هتتفاجئ انه افتكرك اتغيرت، فبالتالي هيبدأ يقلب وشه من يمتك شوية، فانت الخسران في جميع الاحوال، حتى نفسك خسرتها. تاسع خطأ بقى، وخليني اقولك ان الخطأ ده كارثي، يعني ما ينفعش تعمله مرة واحدة بس، وهو انك تقلل من نفسك علشان شخص تاني يحس انه اكبر، لان دي حرفيا مصيبة. انت بتعلم كل الناس ازاي يعملوه كده، انت حرفيا بتدمر صورتك وهيبتك بايدك. الخطأ العاشر بقى، وده اهمهم كلك على الاطلاق، وهو ان حضرتك ما تعملش لايك ولا اشتراك في القناة. لو كلامي عجبك الحلقة دي فجايز يعجبك اكتر واكتر وتستفاد منه في الحلقات الجاية، فما تقطعش برزقك بقى واعمل لايك جميل واشترك في القناة. قول لنا بقى في كومنت كنت تعرف كم خطأ منه. اتفضل يا صديقي.